نحن أبناء مناطق التمرد بالمناسبة، ودي الحقيقة إن إحنا ما قاعدين نواجه بها أنفسنا، دي واحدة من الحقائق إن إحنا صح أبناء مناطق التمرد، لكن هزونا هزو القوات المسلحة لأنه اتبعنا الحق. والشيء الثاني ما قاعدين نواجه به أنفسنا لأنه نحن عارفين طبيعة مناطقنا شنو، وعارفين من حيث المجتمع بتاعنا. يعني بتلقى الأخ الأكبر في الجيش والأخ الأصغر في الدعم السريع كده، يعني مشكلة شائكة شوية مما كان الأمر عليه في أم درمان ولا في الخرطوم ولا كان في الجزيرة ولا كده. يلا هنا دي حقيقة نحن قاعدين نواجه بها نفسنا. المشهد معقد لدرجة ما هيتصور إنسان ولا يتخيلها. خليكم منصفين يا أخوان، أنتوا الداعمين للقوات المسلحة السودانية، أنتوا عارفين طبيعة بلادنا هناك شنو، عارفين الصراع الآن، الصراع الآن إحنا عندنا ده هي صراع في البيوت قبل ما يكون صراع في الميدان. دي الحقيقة ودي الصراحة. أنت لو ما بقيت منصف ما في داعي لدعمك للقوات المسلحة. خليك منصف أول حاجة، وأدي القوات المسلحة حقها، لأنه الوضع ده شائك جدا جدا. نحن أبناء المناطق دي، التمرد ده جهوي وقبلي معروف. التمرد ده جهوي، الجهة بتاعتنا دي البؤرة بتاعت التمرد اللي انطلق منها. الآن البكاتلهم أو ديل أخواننا. وأيضا الجهة الثانية أخواننا فيها ما قلال، يمكن أكثر من الجهة اللي بتكاتل بهناك الآن. يعني أنا بتكلم في الميدان، لأنه الآن التمرد ما مستند على المكونات السودانية. الآن التمرد، الناس اللي مع التمرد دول كلهم الآن من خارج السودان، انتوا عارفين. والآن ده متحرك واحد بالمناسبة، الهسي مما الأسقط الفاجر، هم طبعا عشان بيشتغلوا بطريقة الفزع اللي أسقط الفاجر، وبعد ذاك مرورا من النهوض، طبعا من النهوض مش الفاجر يجيب جاي بابا نوسة وهيليك، ده كله متحرك واحد، ما عندهم غير المتحرك ده ثاني. فعشان كده إلا المناوشات الآن الجيوب الموجودة في جنوب كردفان وفي بعض مناطق شمال كردفان، لكن يعني منطقة ثانية يسيطر عليها في كردفان الدعم السريع الكامل إلا غرب كردفان، وهي دي أصلا من المكون الأساسي للتمرد.